مسألة قرار عدم الموافقة على ترشح حد من الإخوان لهذا المنصب الرفيع بعتبره كان قرارا متسرعا، وكان في حاجة ماسة إلى مناقشة واسعة ومعمقة ومطولة، وأن يكون داخل هذه المناقشة الدكتور عبد المنعم ذاته، على أساس إذا كان له وجهات نظر فيعرضها، وإن كانت لهم وجهات نظر أخرى فيعرضونها. وأنا أتصور أنه كان من الممكن أن دكتور يعني محمد، يعني أنت تعترض على فكرة القرار نفسه من البداية. بالتأكيد بالتأكيد. نعم. القضية الثانية أو الأمر الثاني أنه لم يكن يجوز ولا يليق أن يتم تراشق يعني عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من ناحية وقيادات الجماعة من ناحية ثانية. وكان الأولى أن يعني يحدث نوع من اللقاء والتحاور والتشاور عن قرب للتعرف على طيب دكتور محمد، يعني بما ان الجماعه قد اتخذت هذا القرار، يعني بما ان الجماعه قد اتخذت هذا القرار بالفعل، انه لا يجب ان يكون هناك ترشح من داخل جماعه الاخوان لمنصب رئاسه الجمهوريه، هل أنت توافق الآن على عملية فصل دكتور عبد المنعم من الجماعة؟ طيب دعيني أقول بقى بالنسبة للنقطة الثالثة، وهي ما أثرتيه حضرتك، أنه ما كنت أتمنى أن يترشح الدكتور عبد المنعم. أنت تختلف مع هذا بالتأكيد مع دكتور كمال؟ وأنا عبرت عن وجهة نظري في كثير من المواقف وعبر الفيسبوك، يعني موقفي معروف، وليس هذا يعني خصما من رصيد الدكتور عبد المنعم. فالدكتور عبد المنعم الحقيقة أهلا لهذا المنصب وأهل لهذا الترشح، لكن التوقيت والمرحلة فضلا عن الرسالة التي نريد أن نبعث بها سواء للداخل أو للخارج رسالة طمأنة، وأن الإخوان لا يريدون أن يستولوا على المشهد السياسي كله. وأنا رغم خلافي في كثير من المواقف مع قيادة الإخوان، لكن أنا أتفق معهم في هذه الزاوية. لكن فيما يتعلق بعملية الفصل، أنا لي الحقيقة رؤية له. أنا طبعا كنت قد أرسلت رسالة للدكتور بديع يمكن من شهر ونص حتى تبحث يعني مسألة أنه الدكتور بديع ياخد بعض من أعضاء مجلس الشورى ممن يريدون أو لهم باع في رأب الصدع ولم الشمل، ويذهبوا إلى الدكتور عبد المنعم ويعزموا نفسهم على غداء على فنجان شاي ويتناقشوا معهم. وأنا كنت متصور أن الدكتور عبد المنعم من الممكن أن يعني يعود عن طب هل كنت ترى أن هناك مخرج آخر لكي يترشح دكتور عبد المنعم من داخل جماعة الإخوان؟ الدكتور عبد المنعم يعني هناك الآن من يؤسسون الأحزاب، دكتور مرسي، دكتور الكتاتني، دكتور عصام العريان، هل كان يمكن أن يكون هذا مخرج لتكوين أحزاب ثم بعد ذلك الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية؟ وارد، وده كان أحد الحلول، لكن بصرف النظر سيحسب الدكتور عبد المنعم على الجماعة شاء أم يعني منطقة يعني نقطة من التحايل من وجهة نظرك. لا 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 لا، هو كواقع بيفرض نفسه. نعم. وبالتالي هو ده حدة الموقف الذي يعني اتخذه مجلس شورى الإخوان. لكن أنا بقول إنه التنظيم في حد ذاته كتنظيم هو وعاء لفكرة، وبعدين يعني زي ما بيقول الأستاذ البنا، يعني كم منا وليس فينا، وكم فينا وليس منا.